الناس من جهة تفكيرهم ومن جهة فهمهم للأمور واستعدادهم لقبول الحق وردهم للباطل ليسوا على مرتبة واحدة، بل هم أنماط مختلفة متنوعة. ولهذا ربنا عز وجل يقول: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فنوع الرب عز وجل طرق الدعوة لاختلاف حال المدعوين، فمنهم من يدعى بالحكمة ومنهم من يدعى بالموعظة ومنهم من يجادل بالتي هي أحسن. فالداعية إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون صاحب عقل رجيح وفهم صحيح، ومن خبر أمر الدعوة رأى في ذلك العجب العجاب. فمما ينبه عليه المشتغل بالدعوة إلى الله أن يتأمل في أحوال الناس، فلهم أشكال متنوعة وأنماط مختلفة. فمثلا من الناس من يفهم أمرا فهما ارتآه هو، فيظن أن ذلك الفهم هو الحق وأن ما عداه هو الباطل، فتجده يقلب في كلام أهل العلم سواء كان مقروءا أو مسموعا، فما وجده موافقا لذلك الفهم الذي ارتآه جاء به مستدلا به على صحة فهمه، ولم يدري المسكين أنه إنما أوتي من جهة سقم في فهمه. وكما قيل: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته الفهم السقيم. ولله در أبي حيان الأندلسي حين قال: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، ولم يدري الجهول أن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. فالكلام في الحق قبولا وردا ليس مبناه على التشهي ولا على الهوى، وإنما مبناه على الكتاب والسنة بالفهم السوي الصحيح.